باب مذاهبهم في الراءات. ورقاق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء والخاء فكملا، وفخامها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمار أرحلا، وفي شارر عنه يرقيق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدت في الأداء توقلا، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا ساكنت يا صاحي للسبعة الملا، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، ويجمعها قد خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا، وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءات مدخل فدونا كما فيه الرضا متكفلا، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في وقف أجماع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقاق بعد الكسر أو ما تميلا، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقلا، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا.